اهلا بيكم. النهارده جايه لكم بطريقه بسكوت مالح بالجبنه، طعمه في منتهى الجمال. كمان مش هنستخدم فيه مكونات كتير ولا حاجه، انا معظم مكوناته استخدمت المعالق المعياريه، يعني يعتبر كده بسكوت اقتصادي. مش هنستخدم كمان ادوات كتيره، لا هنستخدم مضرب البيض ولا هنستخدم العجان. هنحضره بايدينا في وقت قصير جدا وهيخلص معانا في دقايق وطعمه يجنن، وكمان ما بياخدش وقت كتير اثناء التسويه في الفرن. نقدر بقى نديه للولاد في اللانش بوكس بتاعهم، هيعجبهم جدا لان هو مالح او بالجبنه. نقدر كمان نفطر بيه الصبح او نستخدمه كده كسناك، او كمان نحضر منه كميه كبيره في التجمعات. طعمه بيبقى رهيب مع كده كوبايه الشاي. طريقه تحضيره سهله وبسيطه وما بياخدش وقت خالص. فاكرين البسكوت اللي هو كان في الكيس الاصفر بتاع زمان؟ نفس الطعم بالظبط، ولكن البسكوت بتاعي القوام بتاعه متماسك شويه. مش قادره اوصف لكم طعمه حلو قد ايه ومقرمش قد ايه، وريحته كمان كانت جميله قد ايه. لازم تحضروه بالطريقه ديت وانا واثقه ان هو هيعجبكم. بصوا البسكوتيه جميله ازاي، بصوا اللون، بصوا تجنن. شايفين؟ رهيبة بجد، مقرمش جدا. بجد البسكوت مقرمش جدا، ولا كلمة ولا غلطة فيه. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. هجيب طبق كبير واحط فيه كوبايتين الا ربع من الدقيق الابيض المنخول، معلقه كبيره من السكر البودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه بسيطه كده من الملح، ومعلقه كبيره من حبه البركه. وبالهاند ويسك اقلب المكونات الجافه كويس جدا مع بعضها. بعد كده هضيف معلقتين كبار من الزيت، ومعايا كمان 3 معالق كبار من الزبده. الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش متلجه او ما تكونش ساقعه، ولا كمان تكون دايبه قوي. وبايدي كده ابتدي بقى اغلف الدقيق بالزبده كويس قوي، وابسه كويس قوي كاننا كده بنبس الكحك بتاع العيد. اهم حاجه ان الدقيق يتغلف كويس جدا بالزبده. هتحسوا كده ان القوام بتاعه بقى مفرول او عامل زي الرمله المبلوله بالظبط كده، القوام ممتاز. بعد كده هضيف معلقتين كبار من الجبنه البيضاء، اي نوع جبنه بيضاء عندكم استخدموها. ومعايا بيضه واحده بس بدرجه حراره المطبخ، هفصل البيضه عن الصفار واستخدم الصفار. هضيف كمان معلقه صغيره من الخل، واخر حاجه ربع كوبايه من الحليب الدافي. بس كده، مش هنستخدم حاجه تانية. وبايدي بقى الم المكونات ديت مع بعضها كويس جدا، طبعا من غير ما نعجن كتير. البسكوتات مش بتحب العجن كتير خالص، يا دوبك نلم المكونات بس، ويا دوبك نلم العجينه بس طبعا وانتوا بتقلبوا لو حسيتوا ان هي ملزقه خالص ومش بتتلم، ممكن تحطوا معلقه واحده بس من الدقيق. شوفوا القوام بتاعها مظبوط ازاي، حلو جدا. كده بتتلم معايا بمنتهى السهوله ومظبوطه قوي. ابتدي بقى دلوقتي الف كده العجينه بتاعتي بورق البلاستيك، واشيلها في التلاجة نص ساعه او ساعه الا ربع ترتاح. الصواني كمان اللي انا هستخدمها هحط فيها ورق من الزبده، ومش اساسي خالص ورق الزبده. اي صواني عندكم تستخدموها بدون ما تدهنوها اي ماده دهنيه، لا زيت ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه. اجيب بقى العجينه بعد ما ارتاحت في التلاجة لمده ساعه كامله، وافردها كده ما بين كيسين بلاستيك بالنشابه، علشان خاطر يبقى سهل عليا ان انا افردها بمنتهى السهوله. السمك بتاعها هيكون متوسط، لا سميك قوي ولا رفيع قوي. البسكوت فيه بيض وفيه بيكنج باودر، فلسه الحجم بتاعه هيتضاعف اثناء التسويه في الفرن. انا هستخدم القطاعات ديت على شكل ورده، الولاد عندي بيحبوها جدا. تقدروا تستخدموا اي قطاعات عندكم، ولو ما عندكوش قطاعات استخدموا كده كوبايه صغيره او حتى فنجان القهوه. وبعد كده بقى هلم الزيادات بتاعه العجين. العجينه طريه جدا وهتتلم معاكم بمنتهى السهوله، مش هتغلبكم خالص. بس طبعا الزيادات ديت مش هنقدر نشكلها على طول ولا نقطعها على طول، علشان هتعمل زي الاستك معانا. لازم نلفها كده بورق البلاستيك ونسيبها كده ترتاح لمده 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير قبل التشكيل، علشان ما تبقاش عامله زي الاستك والبسكوت يطلع معانا مظبوط وحلو جدا. انا بحب جدا استخدم ورق البلاستيك لما بكون كمان بعمل بسكوتات بالذات، علشان بيبقى سهل عليا ان انا انقله على طول في الصواني بنفس الطريقه ديت، من غير بقى ما نستخدم سكينه ولا معلقه ولا اي حاجه. نرصص بقى البسكوت بتاعنا كده ونعمل مسافه بسيطه ما بين كل واحده والتانيه. ما شاء الله عمل معايا كميه حلوه، الصينيه ديت وصينيه كمان. انا هستخدم عصايه الشيش تاووك ديت علشان اعمل كده فتحات بسيطه، شكل جمالي مش اكتر، او ممكن كمان تستخدموا الشوكه. كده كويس جدا. وهستخدم كمان بياض البيضه اللي احنا استخدمناها في الاول، اديها كده تقليبه بسيطه، وبعد كده ادهن وش البسكوت. على فكره بياض البيض بيدي لون حلو جدا للبسكوتات او للمعجنات في العموم. بعد كده هرش رشه بسيطه من الملح، وكده خلاص البسكوت بقى جاهز. يدخل فرن درجه حراره 170 على الرف الاوسط، وبالظبط من 8 دقائق ل 9 دقائق بالكتير، مش اكتر من كده. ياخد لون ذهبي من تحت، نشغل الشوايه لمده دقيقه او دقيقه ونص برده بالكتير.
ياخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا بقى اللون من تحت جميل ازاي، ومن فوق كمان اللون حلو جدا جدا، وريحته اثناء التسويه كانت في منتهى الجمال، وشكله مظبوط وحلو جدا. انقله على طول في شبكه عشان يفضل مقرمش معايا. طبعا ما نسيبوش في الصواني لان الصواني بتبقى سخنه جدا. بصوا جميل ازاي ومقرمش وطعمه في منتهى الجمال. انا هحطه في البرطمان دوت او في علبه كده محكمه الغلق. والله عاوزه اقول لكم ان هو مش هيستنى لاخر اليوم، انا عملته الصبح وخلص معايا على اخر النهار. الولاد بقى واحده ورا التانيه لحد ما خلصوه كله بالف هنا وشفا. عاوزه اقول لكم كمان لو عملتوا منه كميه وهديتوه كده لاي حد انتوا بتحبوه، بتبقى هديه جميله من عمايل ايديكم. سهل وبسيط وسريع واقتصادي وطعمه يجنن. لازم تجربوه بالطريقه ديت. وبس كده، وصفه النهارده خلصت. بالف هنا وشفا وباي باي.